ازيكم يا هلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو ده بقى خاص كل طالب ثانوية عامة، مهما كان بقى ضايع مراكم متأخر، حاسس ان هو ضيع حلمه، حاسس ان هو خلاص ما عندوش فرصة ان هو يكمل ولا يعمل اي حاجة. الفيديو ده هيعيده للمسار تاني، يعني هيفوقه. الفيديو اللي هو هيلطشك على وشك يقول لك قوم فوق يلا، هو ده الفيديو. النهارده جاي اقول لك هي دي، بس مش عارف واضحة ولا لأ. انجح عشان نفسك، بس انجح عشان نفسك. انا واقع، انجح عشان نفسك مش عشان حد. هتقولي اهلي برضو، اهلك مهما كان عشان تفرحهم، بس انجح عشان نفسك. هتقولي انا متأخر، اقولك انجح عشان نفسك. هتقولي انا مش عندي شغف ان انا اكمل، اقولك برضو انجح عشان نفسك. انجح عشان انت لو منجحتش هتعيش كمية لوم لنفسك وندم، مش هتقدر تكمل بعد كده. هتحس ان انت بتقول لنفسك انا ليه ما كملتش زمان، انا ليه ما ركزتش زمان. على فكره كانت سهله قوي ان انا اركز فيها، على فكره كان يمكن كنت لو دوست على نفسي اكتر كنت وصلت لحاجه. هحكي لك موقف حلو قوي. وانا في ثانويه عامه، انا دلوقتي في كليه تمريض. وانا في ثانويه عامه كنت ان انا شاطر والجو ده، والحمد لله كنت اطلع من الاوائل دايما وكل الحاجات الحلوه دي كانت بتحصل. جيت في تالتة ثانوي في حاجات كتير قوي اخرتني. جيت في آخر شهرين قلت أنا مش مكمل، هسيب ثانوية عامة تولع بقى تخرب، أنا مش مكمل، هأجل السنة. سبت البيت وقلت أنا مش مكمل، ورحت عند قرايبي، وأمي جابتني وقالت لي يا ابني كمل عشانك وجابت خالي وهكذا. بعد ما كنت خلاص هسيب ثانوية عامة، قعدت بصيت مع نفسي، قلت دلوقتي أنا أبويا متوفي، بعد ما أخلص مثلا، يعني أنا ما دخلتش ثانوية عامة دلوقتي وأخرت سنة من عمري، هوصل لإيه؟ يعني مين هيصرف عليا؟ مين هيساعدني؟ ربنا بيساعدنا كده في الأول وفي الآخر، بس لما يشوف عبده ما بيسعاش، هيساعده ازاي؟ هيساعده ليه أصلا؟ يعني هو هيساعدك ليه مادام انت مش هتسعى؟ هي دي الفكرة. مين هيقويك لو انت مش عايز تقوي نفسك؟ مين هيديك فرصة لو انت مش هتخلق لنفسك الفرصة؟ مين اللي هيساعدك وانت اصلا مش عايز تساعد نفسك؟ فهي دي الفكرة اللي انا قلت عن نفسي. لقيت نفسي ان انا لازم ارجع تاني اكمل، حتى وانا متأخر، حتى وانا شايف ان الدنيا سودة، اقسم بالله حتى وانا شايف ان الدنيا سودة. انا كنت بسيب بيتنا عشان ما كنتش بعرف اذاكر فيه، ما كانش عندي طاقة ان انا اذاكر فيه. كنت بنزل الجامع تحت بعيد عننا شوية. الجامع ده كنت من اول الظهر لغاية مثلا بعد المغرب انا قاعد هناك في الجامع بذاكر، اصلي واذاكر، اصلي واذاكر، اصلي واذاكر، اصلي واذاكر. لو عندي درس بروحه وارجع تاني للجامع، لان اصلا الجامع ده كان قريب من دروسنا، فكنت برجع اكمل واذاكر وهكذا. ودلوقتي بقيت في تمريض، الحمد لله. ودلوقتي بقيت خاطب، لان آه، ربنا عز وجل اداني فرصة. فهي دي الفكرة، ان انت لما ربنا شافك بتسعى، وان انت مرمتش الفوطة، وان انت دوست على نفسك، وان انت كملت، بدل ما كنت هتأجل سنة وهتضيع سنة من عمرك، على الجانب التاني انت بيفتح لك حياة تانية جديدة خالص. هي دي الفكرة. فانت اللي تقرر تضحي، وتقرر تسعى، وتقرر تعمل اللي عليك، يا اما تقرر تفشل، يا اما مش هتوصل لأي حاجة خالص. اكتر انسان بيلوم نفسه الانسان ما بيتحركش، واكتر انسان فاشل الانسان ما بيتحركش. اقسم بالله عمر ما كانت الحركه ان انت تسعى، حتى لو سعي صغير قوي، عمر ما كانت بندم بعدين. لان انت بتشوف ان انت بتعمل اللي عليك، انت مش فارقه معاك بقى النتيجه بتاعت ربنا مش فارقه معاك. انت بتعمل اللي عليك، هتعمل اللي عليك هتوصل. حتى لو موصلتش للحاجه اللي انت عايزها، هو ربنا يوصلك لحاجه هو شايفها خير ليك. بس افتكر كده من النتيجه. افتكر مثلا قاعد مش هتعمل اي حاجه، انت بس قاعد مرعوب من اللي هيحصل بعد ساعه ولا ساعتين. لو الناس بقى بتقول النتيجه طلعت وانت السيرفرات كلها معلقه، وعمال تخش برقم جلوسك والجو ده، ومفيش اي حاجه راضيه تطلع، وانت قاعد بقى مش طايق نفسك، مرعوب. النتيجه طلعت، لو قدر الله طلعت وحشه هتعمل ايه؟ لو قدر الله هتشوف اليأس على اهلك ازاي؟ انت
لما تلاقي كل الناس اللي حواليك وكل اللي انت تعرفهم جايبين درجات عالية وانت مش جايب اي حاجة، هتقول ايه لنفسك؟ هتقول بقى يا ريت لجرى مكان والجو ده، والله العظيم هتقولي ارض بلعيني. فانت والله العظيم لو ما فقتش هنضيع، لو ما فقتش هنضيع. فوق عشان نفسك، يا ريت تفوق عشان نفسك. لسه قدامك فرصة تسعى، ولسه قدامك فرصة تكمل، ولسه في أمل إنك تكمل. آه عمر ما كانت السعي حتى لو سعي صغير ما بيوصلش. كل السعي بيوصل، كل السعي بيوصل لحاجة. اللي بيمشي بيوصل، واللي بيزحف هيوصل. بس الفكرة إن هو موقفش، اللي مش هيوصل بس هو اللي متحركش. فياريت تسعى تعمل عليك وتقول يا رب. آه وانت مش مطالب بس غير بالسعي، وربنا عز وجل مطالب بالنتيجة. آه بتمنى بس انك تكمل وانك ما تقفش، وان الدنيا لسه في امل. اقسم بالله لسه في امل، لان انت لسه عايش، لسه عايش ولسه قدامك فرصة انك تكمل. انا احمد. ده باذن الله مش هيبقى اخر فيديو تشوفه. اعمل بس متابعة عشان ولايك للفيديو عشان الناس كلها تشوفنا، وناس كتير بس عايزة تستفاد بس من الفيديو. وياريت تبعته لأي حد انت شايفه محتاج الفيديو ده.